تفتكر مين اللي خطط لشكل القاهرة الكبرى؟ ومين اللي حط أول فكرة للطريق الدائري اللي بيمشي عليه ملايين النهاردة؟ ومين اللي حول أبو ظبي والعين من بيوت بسيطة وسط الصحراء لمدن حديثة وعصرية؟ الاسم ممكن يكون مش مشهور زي فنان أو سياسي، لكن هو واحد من الناس اللي غيروا شكل مدن كاملة بعقل ورسم. المهندس المصري عبد الرحمن مخلوف، راجل عاش عمر طويل من القاهرة لحد الخليج وساب وراه مدن كاملة بتحكي قصته. مين هو عبد الرحمن مخلوف؟ خليك معايا للآخر علشان تعرف أصل الحكاية. Let's go! في القاهرة سنة 1924 اتولد عبد الرحمن حسنين مخلوف. أبوه الشيخ محمود مخلوف، وده كان عضو في هيئة كبار العلماء، ودي أعلى هيئة دينية في الأزهر وقتها، وكمان هيبقى مفتي الديار المصرية بعد كده. الشيخ محمود مخلوف كان ليه تأثير كبير على شخصية عبد الرحمن، من وهو صغير رباه على الدين والعلم والانضباط، وكان دايما بيعلمه إن العمران مش بس طوب وأسمنت، لكن لازم يكون له بعد أخلاقي وإنساني، وده اتعكس جدا على شغل عبد الرحمن بعد كده. لما دخل المدرسة اتضح إنه بيحب الرياضيات والرسم، وده خلاه بعد الثانوية يختار إنه يدخل كلية الهندسة جامعة القاهرة قسم عمارة. وقتها مصر كانت بتتغير وبتتبني فيها عمارات وطرق جديده، واللي حواليه كانوا شايفين ان المجال ده مناسب ليه. في الكليه بدا يتعلم التصميم والرسم الهندسي، اتخرج سنه 1950 وبعدها اتعين معيد في الكليه، وده خلاه قريب من التدريس والبحث العلمي. وجوده في الجامعه فتح له فرصه انه يكمل دراساته العليا، وبدا ياخد الموضوع بشكل اعمق، خصوصا في تخطيط المدن اللي كان شايف انها حاجه مهمه للبلد وقتها. بعد ما خلص شغله في الكليه جات له منحه وسافر المانيا علشان يكمل دراسته هناك، وفي المانيا اختار جامعه ميونخ، وبدا هناك يركز في تخصص تخطيط المدن. في الوقت ده المانيا كانت لسه طالعه من الحرب العالميه الثانيه، والمدن متدمره بشكل كبير، وكان بيشوف بنفسه ازاي الشوارع بتتخطط من جديد، وازاي المهندسين والمعماريين بيحاولوا يبنوا مدن تكون منظمه اكتر وتخدم الناس بشكل افضل. التجربه دي فتحت عينه على حاجات جديده ما كانش شايفها في مصر، زي ازاي التخطيط ممكن يحل مشاكل المرور والزحمه، او يخلي المدينه مريحه في العيشه. كان بيدرس وفي نفس الوقت بيلاحظ التفاصيل دي على ارض الواقع. في سنه 1957 خلص الدكتوراه بتاعته من جامعه ميونخ، وبكده بقى عنده علم اكاديمي قوي وخبره عمليه شافها بعينه، ودي كانت بدايه مشواره الكبير في مجال تخطيط المدن. لما رجع مصر اتعرضت عليه فرصه عن طريق الامم المتحده انه يشتغل خبير تخطيط في السعوديه، وده كان في اواخر الخمسينات تقريبا سنه 1959. السعوديه في الوقت ده كانت داخله على مرحله جديده من النمو، البترول بدا يغير شكل الاقتصاد، والناس بدات تتنقل من القرى للمدن، ومع موسم الحج والعمره بقى في ضغط كبير على مكه والمدينه. المدن الكبيره هناك زي جده ومكه والمدينه وينبع كانت بتكبر بسرعه جدا، بس النمو ده كان عشوائي شويه، يعني البيوت بتتبني من غير تخطيط واضح، والشوارع ضيقه ومفيش خدمات متوزعه بشكل منظم. فكان لازم يجي خبير يعرف يوازن بين حاجتين، الاول ان المدن تستوعب النمو السكاني الرهيب ده، والتاني ان هويتها الاسلاميه والدينيه تفضل محفوظه، خصوصا في مكه والمدينه اللي ليهم مكانه خاصه جدا عند المسلمين. يعني جده مثلا كانت بتتحول من مدينه ساحليه صغيره لميناء رئيسي يستقبل الاف الحجاج والمعتمرين، فكانت محتاجه شبكه طرق واسعه واحياء سكنيه حديثه تستوعب العماله اللي بتيجي. مكه بقى كانت التحدي الاكبر لان فيها الحرم، ودي مدينه ليها وضع خاص جدا، يعني اي خطط عمرانيه لازم تحافظ على روحها ومكانتها الدينيه، وفي نفس الوقت تستوعب ملايين الحجاج كل سنه. مخلوف بدا يشتغل على تخطيط الشوارع والميادين حوالين الحرم، بحيث يبقى في مساحات مفتوحه وطرق منظمه للحركه. كمان كان بيفكر ازاي يوزع الخدمات زي المستشفيات والمدارس في اماكن مناسبه علشان تخدم السكان والزوار. اما المدينه المنوره فالموضوع كان شبه مكه، بس بزياده ان فيها المسجد النبوي، وده كمان محتاج خصوصيه كبيره. فمخلوف ركز على ان الطرق المؤديه للمسجد تبقى واسعه ومنظمه علشان تقدر تستوعب الاعداد الكبيره. وينبع كانت مختلفه لانها مدينه ساحليه صغيره، لكن الدوله كانت شايفاها مستقبل اقتصادي مهم، خصوصا كميناء ومنطقه صناعيه. فمخلوف يشتغل على وضع اساسيات تخليها مدينه منظمه بدل ما تكبر بشكل عشوائي. اللي كان مميز في شغل مخلوف انه ما كانش بينقل خطط جاهزه من اوروبا او مصر ويحطها زي ما هي، لا هو كان بيقعد يدرس طبيعه كل مدينه، تاريخها وظروفها الاجتماعيه والدينيه، وبعدين يرسم خطط تناسبها. وده اللي خلى خبرته في السعوديه تبقى مختلفه عن اي شغل قبل كده. مخلوف بدا يشتغل على خرائط وخطط عامه للمدن دي، بيراعي فيها حركه الحجاج والمعتمرين، وبيفكر ازاي يخلي الطرق اوسع واسهل، وازاي يسيب مساحات مفتوحه حوالين الحرم تستوعب الاعداد المتزايده. كمان كان شايف ان جده محتاجه تبقى بوابه حديثه للحجاز كله، فحط خطط لتوسيع شوارعها وتوزيع احيائها. التجربه دي علمته كتير لانها كانت اول مره يشتغل في بيئه مختلفه تماما عن اوروبا او مصر. هناك في عوامل دينيه واجتماعيه لازم يحطها في الاعتبار، مش مجرد عمران حديث، وده كان درس مهم جدا بالنسبه له. خلى نظرته للتخطيط بعد كده دايما مرتبطه بالثقافه والهويه بتاعه المكان، مش بس بالخرسانه والاسفلت. لما مخلوف رجع القاهره سنه 1964 كان شايف بعينه ازاي القاهره والجيزه بيكبروا بشكل مش طبيعي، السكان بيزيدوا بسرعه رهيبه، والبيوت بتتبني عشوائي، والزحمه بقت بتخنق.
الدولة وقتها قالت له احنا عايزين خطة طويلة المدى للقاهرة الكبرى ازاي تقدر تعيش وتتنفس مع النمو ده. مخلوف بدأ يدرس الوضع ولقى ان المشكلة الأساسية ان كل الناس عايزة تعيش في نفس المنطقة حوالين النيل سواء في القاهرة أو الجيزة، فالمساحة صغيرة وعدد السكان كبير والزحمة بتتضاعف كل يوم. ومن هنا فكر ان ليه ما نخليش القاهرة متحوطة بطريق دائري يوزع الحركة ويخلي الناس تقدر توصل من منطقة للتانية من غير ما تعدي جوه قلب المدينة. الفكرة دي اللي بقت الطريق الدائري اللي احنا عارفينه دلوقتي. بس مخلوف شاف ان الحل مش بس في الطرق لكن كمان في بنى مدن جديدة بره القاهرة. قال ان لو فضلنا نبني جوه القاهرة هنخنقها اكتر، لكن لو عملنا مدن جديدة في الصحراء حواليها هنقدر نوزع السكان ونخفف الضغط. ودي كانت بداية فكرة المدن الجديدة اللي ظهرت بعد كده زي العاشر من رمضان و6 اكتوبر والقاهرة الجديدة. في 1966 بقى مدير عام التخطيط في القاهرة الكبرى، ومن منصبه ده اشتغل على خطط شاملة مش بس للطرق لكن كمان لتوزيع الخدمات زي المدارس والمستشفيات بحيث تكون قريبة من الناس كلها. وكمان فكر في مساحات خضراء واماكن عامة علشان المدينة ما تتحولش لغابة اسمنتية. اللي يميز فكره انه كان شايف لبعيد، يعني مش بيخطط للنهارده او بكره لكنه كان بيخطط لسنين قدام لمستقبل مدينة ممكن توصل لعشرات الملايين من السكان. وده اللي فعلا حصل بعدين، ولولا الخطط دي كان الوضع بقى اصعب بكتير. اقترح فكرتين كانوا جداد جدا وقتها. اول فكرة كانت الطريق الدائري، طريق يلف حوالين القاهرة كلها علشان يقلل دخول العربيات جوه قلب المدينة ويفك الاختناقات اللي بتحصل في وسط البلد. الفكرة اتكتبت وقتها في الدراسات بشكل واضح لكن التنفيذ جه بعد سنين طويلة. لما عبد الرحمن مخلوف اقترح الطريق الدائري حوالين القاهرة سنة 1964 محدش خد الموضوع بجدية قوي. مصر وقتها كانت داخلة على حرب 67 وبعدها 73 والبلد كانت مشغولة بالسياسة والاقتصاد أكتر من مشروعات طويلة المدى، فالخرائط اللي عملها كلها اتحطت على الرف. لكن مع أوائل الثمانينات ومع الانفتاح وزيادة عدد العربيات بشكل ضخم الزحمة في القاهرة بقت غير محتملة. الحكومة وقتها رجعت تدور على حلول وافتكروا الدراسات القديمة، لقيوا إن اقتراح مخلوف بالطريق الدائري هو الحل المنطقي. الموضوع بدأ يتناقش رسميا سنة 1982 تقريبا وابتدوا يشتغلوا في أجزاء صغيرة منه، والتنفيذ خد وقت طويل جدا. لكن فعليا في التسعينات ابتدينا نشوف الطريق الدائري اللي احنا عارفينه دلوقتي، وده كان شبه نسخة طبق الأصل من الرسمة اللي عملها مخلوف في سنة 1964 بنفس الفكرة. طريق سريع يلف حوالين القاهرة يربط كل الطرق الرئيسية ويخلي المرور متوزع بدل ما كله يخرج قلب المدينة. والطريف إن حتى المسؤولين اللي كانوا شغالين في المشروع وقتها اعترفوا إن الفكرة الأصلية بتاعة الطريق كانت بتاعة مخلوف. هو نفسه لما اتسأل في حوار صحفي قال أنا اقترحت الطريق الدائري سنة 64 واتنفذ بعد 30 سنة. الفكرة التانية بقى كانت إنشاء مدن جديدة في الصحراء حوالين القاهرة. هو شاف إن القاهرة مش هتقدر لوحدها تتحمل النمو السكاني وإن الحل إننا نطلع بره ونعمل مدن متخططة من البداية. التصور ده هو اللي اتبنى عليه بعد كده فكرة مدن زي 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والشروق حتى لو اتنفذ بعد سنين. سنة 1968 كانت لحظة فارقة في حياة عبد الرحمن مخلوف، لأن الشيخ زايد اللي كان وقتها حاكم أبو ظبي كان عايز يحول الإمارة من مجرد بلد صغير على الساحل لمدينة حديثة بالمعنى الحرفي. أبو ظبي ساعتها ما كانش فيها غير شريط ساحلي بسيط، بيوت متواضعة، أسواق صغيرة وطرق أغلبها ترابية، ومفيش بنية تحتية حديثة ولا حتى شبكة طرق ولا خدمات. الشيخ زايد طلب من الأمم المتحدة يبعتوا له حد يكون عنده خبرة ورؤية في تخطيط المدن الحديثة بس في نفس الوقت يكون فاهم في خصوصية المجتمعات العربية والإسلامية. الأمم المتحدة رشحت عبد الرحمن مخلوف لأنه كان لسه مخلص شغل كبير في مصر والسعودية وعنده خبرة قوية. بعد ما وصل عبد الرحمن مخلوف أبو ظبي سنة 1968 اتعين مدير تخطيط المدن في الإمارة، يعني بقى هو المسؤول الأول عن الشكل اللي هتاخده العاصمة، ولقى نفسه قدام ورقة بيضاء بمعنى الكلمة، مفيش حاجة قديمة لازم يتأيد بيها. وفي نفس الوقت في تحدي إنه إزاي يرسم ملامح مدينة كاملة من الصفر، مدينة هتبقى عاصمة دولة جاية في الطريق. الشيخ زايد كان بيديله ثقة كبيرة جدا، قال له أنت خطط وإحنا هننفذ. ودي كانت حاجة نادرة تحصل مع مخططين، إن الحاكم نفسه يكون مقتنع بالرؤية ويقف وراها بقوة. مخلوف بدأ يشتغل وأول حاجة رسم شبكة طرق رئيسية تربط المدينة كلها من أولها لآخرها بحيث ما تبقاش الحكاية عبارة عن شوارع صغيرة عشوائية. بعد كده وزع الأحياء بشكل منظم، كل حي له خدماته، مدارس، مساجد، أسواق، مستشفيات قريبة. والأهم إن التخطيط يحافظ على الطابع العربي والإسلامي، يعني ما يبقاش مجرد استنساخ لمدن غربية لكن مدينة عصرية بروح محلية. كمان فكر في المستقبل، يعني وهو بيرسم المخطط ما كانش بيفكر في عدد السكان الموجود وقتها لكن في أضعاف مضاعفة للي ممكن تيجي بعد سنين. حط مساحات للحدائق والأماكن العامة وخطط مناطق حكومية ومناطق تجارية علشان المدينة تقدر تكبر وتتوسع بشكل طبيعي. اللي يميز المرحلة دي إن الشيخ زايد ومخلوف كانوا بيشتغلوا بروح فريق واحد، زايد عنده رؤية وطموح ومخلوف عنده العلم والخبرة. الاتنين سوا حطوا الأساس اللي خلى أبو ظبي بعد كده تبقى بالشكل اللي العالم كله بيشوفه النهارده. الشيخ زايد كان بيتابع معاه التفاصيل بنفسه، ساعات كان بياخده بالعربية ويمشوا في المواقع اللي لسه هتتبني، زايد يقول رؤيته ومخلوف يرسمها على الورق. يعني كان في انسجام كامل بين الحاكم والمخطط. بعد كده بدأوا يبنوا المؤسسات الحكومية، الوزارات، الدواوين والمباني الإدارية كلها اتعملت في أماكن محددة علشان تبقى قريبة من بعضها وتخدم المواطنين. وكمان مخلوف ما كانش بيفكر في أبو ظبي بس لكن كمان خطط مدن تانية في الإمارات. اشتغل على مخطط العين اللي سماها الشيخ زايد بعد كده مدينة الحدايق علشان يبقى فيها خضرة ومية وراحة، وساعد كمان في وضع أسس لتخطيط دبي. بعد ما خلص مهمته الرسمية كمدير للتخطيط في أبو ظبي سنة 1976 ما رجعش مصر على طول،
طول، قرر يفتح مكتب استشاري خاص في ابو ظبي علشان يكمل شغله في التخطيط العمراني. المكتب ده اشتغل على مشاريع كتير، بعضها مرتبط بتطوير ابو ظبي نفسها وبعضها في مدن تانية داخل الامارات، وده خلاه يفضل قريب من الشيخ زايد وفريقه لانه كان واحد من الناس اللي فاهمين رؤية الشيخ كويس جدا. وفي بداية الثمانينات انضم لجامعة الامارات في العين واشتغل هناك كاستاذ في كلية الهندسة. التدريس بالنسبة له ما كانش مجرد محاضرات نظرية، وكان دايما بيحاول ينقل خبرته العملية اللي اكتسبها من شغله في مصر والسعودية وابو ظبي، وفعلا خرج دفعات من المهندسين اللي بعد كده بقوا مسؤولين كبار في التخطيط والإدارة داخل الإمارات. مع السنين والتجارب اللي عاشها عبد الرحمن مخلوف من القاهرة لأبو ظبي والعين ومن المحاضرات في الجامعة لمكتب التخطيط، بقى عنده رصيد ضخم من الحكايات والرؤى والتجارب. الراجل حس إن ده ميراث لازم يفضل، مش علشان يفتخر بنفسه لكن علشان اللي يجي بعده يتعلم من اللي شافه. ومن هنا قرر يكتب كتاب رحلة العمر مع العمران. الكتاب ده مش مجرد سيرة ذاتية ولا مذكرات شخصية، هو خليط بين الحكي الإنساني والتحليل العمراني. يعني وأنت بتقراه تلاقيه مرة بيحكي عن موقف حصل مع الشيخ زايد وهو بيراجع معاه تخطيط شارع في ابو ظبي، ومره تانية يوقفك عند فكره فلسفيه ان ازاي المدينه مش شوارع وعمارات بس لكن كيان حي بيعكس هويه الناس وثقافتها. بيحكي تجربته في ابو ظبي والعين وازاي شاف المدن دي بتتولد قدامه من الصفر، وازاي كان حريص انها ما تبقاش نسخه من مدن الغرب لكن تبقى مدن حديثه بروح عربيه وخليجيه. وبيحكي كمان عن لحظات صعبه عاشها في مصر زي احباطه ان الطريق الدائري اتاخر سنين. لكن كمان الكتاب مش كله شغل وخرايط، في لمسه شخصيه جدا. تلاقيه بيحكي عن طفولته وتاثره بوالده الشيخ حسن مخلوف، وعن رحلته في المانيا، وعن اسئلته الدائمه ازاي نعمل عمران حديث من غير ما نفقد روحنا وثقافتنا. وبعد رحله طويله مليانه شغل وانجازات كان طبيعي ان عبد الرحمن مخلوف يتكرم ويتقال اسمه في اكبر المحافل. في مصر اتكرم من نقابه المهندسين ومن جمعيات كتير وكانوا بيعتبروه مرجع في التخطيط العمراني، لكنه كان دايما بيقول ان التكريم اللي بيسعده بجد مش الشهادات ولا الدروع لكن انه يشوف الناس عايشه كويس في المدن اللي خططها والطرق اللي رسمها ماشيه عليها ملايين من البشر كل يوم. اما في الامارات سنه 2010 خد جائزه ابو ظبي، ودي جائزه رفيعه جدا بتتقدم لشخصيات ساهمت في بناء ونهضه العاصمه. واللي يميز الجائزه دي انها مش بتتقدم لاي حد، لازم يكون فعلا عمل بصمه واضحه. وده بالظبط اللي عمله مخلوف لما خطط ابو ظبي والعين والمدن اللي حواليهم. التكريم جه بعد اكتر من 40 سنه من بدايه شغله في ابو ظبي، وده كان شهاده تقدير من اهل البلد على بصمته اللي لسه عايشه. كمان التكريم ده عرفه للاجيال الجديده اللي ما كانوش عايشين فتره الستينات والسبعينات وشافوا ازاي المدينه اتغيرت. اما عن وفاته فالدكتور عبد الرحمن مخلوف اتوفى في القاهره يوم 14 ديسمبر 2021 وكان عمره 98 سنه. بعد وفاته ناس كتير رجعت تتكلم عن ان فكره لسه صالح لحد دلوقتي، خصوصا في موضوع القاهره والمدن الجديده اللي كان بيقترحها من الستينات. يعني هو كان سابق عصره بسنين وحاجات كتير اقتراحها بتتنفذ دلوقتي. ودي كانت حكايه المعماري المصري الكبير عبد الرحمن مخلوف، الراجل اللي حط بصمته في القاهره ومكه والمدينه وابو ظبي والعين وحول الصحراء لمدن بتتنفذ حياه. يمكن ناس كتير ما تعرفش حكايته لكن كل مدينه خطتها لسه شاهده عليه لحد النهارده. دلوقتي بقى عايز اعرف رايكم، تفتكر في زماننا دلوقتي ممكن حد يسيب بصمه معماريه وتاريخيه زي اللي سابها مخلوف؟ اكتبوا لي في التعليقات. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ما تنساش اللايك وتشترك في القناه، واستناني في اصل الحكايه الجايه.